شعر عامي ولا فصحى؟ المايك جميل بقى القصيده. المايك قولي في الميكروفون يا بطاريه. وخير ما أبدأ به هي تحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتكرت الضوابط. طيب ماشي. اتفضلي يا حبيبتي. معكم الشاعرة والكاتبة والإعلامية الصغيرة يارا مجدي فؤاد الدمرداش. عندي 15 سنة من مركز بدر. هقول لكم النهاردة قصيدة عن الأم للشاعر فارس قطرية. أول حاجة أحب بس أنا أعرفكم إن أنا عضو أمانة الفنون والثقافة بمحافظة البحيرة. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بتمنى جدا القصيدة تعجبكم. أنا جاية أقول لأمي إن شفت حلو في دنيتي فالحلو كله بدعوتك، واللي ده طول بالي عايش فعشان انور ضحكتك، والله ولا تسوى الحياة لو هصحى يوم ما انتيش هنا وتعيشي يما وعايشة نول شرف ان اخدم جزمتك. انا ياما ناس فرقوني يما وكنتي وحدك عزوتي، ما لقيتش حد يشيل همومي ويجي يمسح دمعتي، ما لقيتش غيرك في الحياة بيديني حنية وأمان. أنا أمي مجموعة بشر سندي وحبيبتي وصاحبتي، لو هحكي عنك أقول بفخر أنا ابن أمي ومنها ما اكبرش أبدا على القمر واكبر على الناس كلها. أنا وطي على إيدك وابوسها على وزيد قيمة ومقام، وتشوفني بكل الناس كبير وافضل صغير عندها. تطبخ لي أكلة ما احبهاش وفي كل مرة بتتصدم، ازاي يا واد ما تحبهاش؟ طب دوق أكيد هتحبها. عن كل مرة أسهر وأغيب ما تنامش غير وأنا في المكان، عن أحلى واحدة في كل شيء والبركة في البيت والزمان. ما احكيش لحد ولا اتكشف ولا سر يطلع غير لها، وبحبها وبقول لها إن انتي وسط الخوف أمان. أول خطاوي خدتها وأنا جنبها، أول كلامي من الحياة كان اسمها، أول بداية في كل شيء كان عندها، وإن قلت وأنا بتوجع قبل ما أقولها تحسها، فإزاي ما أحبش قلبها وأنا حتة منه ومنها، وحاجات ما يوصفهاش كلام. إن كان في طبعي شيء جميل فأمي اللي ربتني بأدب، وإن كان في طبعي شيء وحش فالدنيا وصحابي السبب. أشهد لها ولا قصرت ولا خدت منها إلا الأصول، ويدوم وجودها في الحياة وخطوة رجولها على العتب. سألوني عن مين قدمك؟ قلت لهم أمي وصبرها. طب مين سبب إنك تمام؟ قلت لهم أمي وقربها. طب مين معاك وقت المحن ولا عمره سابك مهما صار؟ قلت لهم أمي في وسط ليلي كانت بتخلق لي النهار. يا لهوي يما على الزمن لو كنت مش موجودة فيه، ويدوم عليكي فرحتك وحنانك اللي أنا بقوى بيه. تتضايقي من سهري وحياتي وتروحي تشكيني لخالاتي وتكلميهم بالساعات عن وصفة البيض والبانيه وتعيشي حلوة وتفرحي. يا قلب كل ما اشيل هموم بيجي ويشيل مطرحي. شكرا جزيلا. برافو على بنت مدينة بدر. هي إلقاء ولا كتب؟ فارس قطرية يعني. مركز مدينة بدر نورتينا وشرفتينا. شكرا يا ربنا يخليك. احسنك بالظبط كده. الله يخليك يا رب. شكرا يا حبيبتي. الله يخليك. والآن سعودية بتقعدي للاخر بعدين. معا تطابق الثالث ساعدة كده.